اهلا بيكم في حلقه جديده من روست يور لاتر بوكس او تقييمي لافضل افلام عندكم. لو عايزين تشتركوا في السلسله ما تنسوش تكتبوا لي اسمكم هنا على اليوتيوب، على التيك توك، على الانستجرام، في اي مكان انا هعرف اجيب اسمكم. والناس اللي بتكتب لي انا بيتم اضطهادي للمره ال 15 ولا ال 16، طب ما تكتب اليوزر نيم بعدها عشان لما انا اعرف ان بيتم اضطهادك ابقى اقول اليوزر نيم بتاعك. لكن الناس اللي بيتم اضطهادها طب انا هعرف منين انت اليوزر نيم بتاعك ايه؟ يلا بينا. اول اسم معانا النهارده فور بن 9. طيب يلا يا بن، من موروكو. اوه واو، اوكي. احسن 4 افلام عندك: The Banshees of Inisherin, There Will Be Blood, 12 Angry Men و The Worst Person in the World. اوكي طيب خلاص نبتدي من الاول. اسهل واحد نتكلم عليه 12 Angry Men، اتكلمنا عليه كتير جدا مش هتكلم عليه تاني. فيلم يستحق وقتكم، بيرفكت، الكتابه فيه، الاخراج تحفه. There Will Be Blood واحد من افضل الافلام اللي انا بحبها. دانيال دي لويس في اعظم حالات، تخيلوا دانيال دي لويس باشا اللي هو احسن ممثل في التاريخ في اعظم حالاته، انتوا بتشوفوا حاجه عظمه. اول 10 دقائق في الفيلم ده صمت تام، ما فيهوش اصلا كلام، ما فيش اي دور نسائي في الفيلم. فيلم تحفه. ذا بانشيز اوف انشرين واحد من اكتر الافلام اللي انا بحترمها. اتكلمت قبل كده ان مارتن ماكدونا واحد من المخرجين اللي بيتهدر حقهم تماما، مخرج لا يخطئ، كل افلامه 10 من 10، كتابه واخراج وتمثيل وهيومر او الحس الفكاهي في افلامه عظمه. ولكن مش ناس كتيره بتتكلم عليه. ده اللي عمل There Will Be Blood، ده اللي عمل Banshees of Inisherin، ده اللي عمل 3 Billboards Outside Ebbing Missouri، ده اللي عمل In Bruges، ده اللي عمل Banshees of Inisherin، ده اللي عمل 7 Psychopaths. المخرج ده مخرج يعني بجد، خش اي فيلم ليه هيعجبك. Banshees of Inisherin قلت لكم قبل كده ان هو واحد من الافلام اللي عنده اظرف قصه ممكن تخليك تبيع للي قدامك فكره الفيلم. الفيلم بيتكلم عن واحد وصاحبه البيست فريند. واحد منهم صحي الصبح قالك انا مش عايزه اكمل الصداقه مع الراجل ده، انا عايزه اقطع تماما. فالفيلم كله عباره عن التاني بيحاول يعرف التاني قطع معاه ليه. فيلم التمثيل فيه يا جماعه لا 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 لا، كولين فارل وبراندن جليسون وباري كيجن كانوا عاملين شويه ادوار. لا فيلم رهيب، انا مبسوطه قوي ويستحق المكانه دي. The worst person in the world. اوكي سو اللي يعرفني يعرف ان انا يعتبر اول فيديو يجو فايرل عندي على التيك توك كان كده من اول ما بدات سلمى تسال، مثلا بعدها بشهر، كان فيديو ريفيو عن The Worst Person in the World. ولما الفيديو بقى وصل لعدد مهول من الناس بقى يجي لي كومنتس كتيره عن ناس اتفرجوا عن الفيلم. 99% من الناس اللي اتفرجوا على الفيلم كرهوا الفيلم تماما. كان بيجي لي كميه منك لله فيلم وحش جدا، انت ازاي بتحبي الفيلم ده؟ ايه الفيلم ده؟ ملوش اي معنى وفيلم تافه، شفنا القصه دي 100%. ذنبي ايه ان انتوا ذوقكم واحد؟ هعمل ايه انا في حاجه زي كده؟ فيلم رهيب. The Worst Person in the World واحد من احلى الافلام اللي بيتكلم عن فتره التوهان. زمان كنا بنسمي فتره التوهان اللي هي من 18 سنه يعني اخر العشرينات، لكن دلوقتي حاليا مع سرعه الحياه دي فتره التوهان دي ممتده من 18 سنه لحد 38 سنه. الفيلم بيتابع واحده بتبتدي حياتها بعد ال30، هي مش عارفه هي بتحب مين وبتكره مين، عايزه تبقى في علاقه مع مين، عايزه تشتغل ايه، عايزه كاريرها يبقى عامل ازاي، هي بني ادم كويس اصلا ولا بني ادم مش تمام ومحتاج يشتغل على نفسه. بيفهمك ان انت مش لازم في العشرينات توصل لاجابه نموذجيه على انت مين وعايز تعمل ايه وايه اللي بيحصل في الكون. عادي جدا ان انت بعد ما العشرينات تخلص تبقى ما زال عندك كميه التوهان اللي كان عندك قبل ما والفيلم بيتابع واحده مش تمام فعلا. يعني الناس اللي هي بتكتب لي كومنتس الست دي مش مثال يحتذى به، هو ايه اللي مثال يحتذى به؟ هو انا جاي اعلمكم دروس في الحياه؟ مفيش الكلام ده. عادي ان المين كاركتر يبقى شخص مش محبوب، شخص مخطئ، انسان زينا كلنا بيعمل اخطاء، بيعمل حاجات مش صحيحه. ولكن الفيلم برضو بيديك اجابه على ان طبيعي يا جماعه احنا بني ادمين وبنعيش الحياه دي لاول مره. عادي جدا نبقى تايهين في الحياه، عادي جدا ان احنا نخطئ، عادي جدا ان احنا بعد ما نخطئ نعتذر عن خطأنا، عادي جدا. انا بحب الفيلم ده قوي، والفيلم ده بالنسبه لي مش اللي هو بحبه، لا ده فيلم 10 من 10. وبقول لكم ايه، رينات اللي هي المين كاركتر دي واحده من اجمل الستات اللي موجوده على الكوكب. جريت تشويسز. اللي بعده اخر 4 افلام اتفرجت عليهم: A Complete Unknown اديته 2.5، بريك لاير بتاع كيزلاوسكي واديته 3، باتر مان ما شفتوش اديته 4، ياه، وده الكتريك ستيت وده انا ما شفتوش، ده اخراج ذا روسو براذرز بس الريفيوز عليه سيئه للغايه للغايه. كفايه ان هو بطوله ميلي بوبي براون يعني، بس ماشي مش عارفه هتفرج عليه ولا لا. انا عامه مش بتفوت حاجه لروسو براذرز بس الريفيوز سيئه. انت اديته 1، ماشي طيب خلاص اتس هوربل. طيب ثانك يو فور شيرينج يا بان، جريت بروفايل. نخش على اللي بعده. علي اوزيل، ALIIOZIL، صح كده؟ اه صح. اوكي يلا بينا.
احسن 4 افلام عندك: سينما باراديسو، ويبلاش، ذا شوشانك ريدمشن، كيل بيل. كيل بيل افضل فيلم لكوينتين تارانتينو، فيلم ممتع جدا بحبه قوي، برجع له كتير جدا كده كده. ذا شوشانك ريدمشن من افضل الادابتيشنز من كتاب لفيلم، ده قصه قصيره لستيفن كينج. طبعا الناس كلها مجتمع عليه. ويبلاش اتكلمنا عليه كتير جدا، واحد من احلى الافلام اللي انا بحبها، بحب قوي قصه الراجل اللي بيبقى مهووس بحاجه قوي قوي لدرجه ان هو بيتجنن. سينما باراديسو هو النموذج، الإجابة النموذجية لأي حد فنان بيحب الفن، وبالنسبة له الفن جزء كبير قوي من حياته، فهو فيلم من الفنان إلى الفنانين. آخر 4 أفلام اتفرجت عليهم: My Cousin Vinny, In the Name of the Father, 13، Parasite. باراسايت واحد من افضل الافلام اللي اتكلمت عنها كتير، واحد من احلى الافلام اللي انا بحبها في حياتي، واحد من احلى التجارب السينمائيه، فيلم 10/10، يعتبر من افضل 10 افلام اتعملوا اخر 10 سنين. 13، no comment. In the name of the father فيلم حلو جدا. الفيلم ده انا شفته من رحلة استكشافي لدانيال دي لويس، لان انا لما شفت دير ويل بي بلاد كنت عايزه اعرف مين هذا الكائن العبقري ده، وشفت له افلام كتيره جدا، ان ما كانش كل افلام دانيال دي لويس. فيلم تحفه جميل جدا، وده من احسن تمثيل اللي ممكن تشوفوه في حياتك. ماي كازن فيني، الفيلم ده على فكره انا شفته قريب، شفته من سنه لاول مره، كان ريكومنديشن، جالي ريكومنديشن كتيره جدا على الفيلم ده، بس انا اكشلي ما كانش عندي وقت اشوفه غير السنه اللي فاتت. الفيلم ده ممتع جدا، قصه انت تكون انت عايز تكملها للاخر. وفاكره لما شفته عرفت ان ماريسا كانت اكشلي خدت اوسكار كافضل ممثله مسانده او مساعده، وكان حوار ساعتها والناس كانت متضايقه جدا وهي ما تستحقش، وفي ناس احسن منها بكتير، بس بصراحه دورها كان عبقري يعني. ثانك يو يا علي فور شيرينج. اللي بعده حازم شريف. حازم، اوكي انا مش لاقي الاكونت بتاعك يا حازم، فهنخش على اللي بعده. حبيبي جارتك، يلا بينا. احسن 4 افلام عندك: فيلم ثقافي، باك تو ذا فيوتشر، لا مؤاخذه، وانيمال فارم. ايه المزاج ده؟ يلا بينا. طيب نبتدي منين؟ نبتدي من فيلم ثقافي. طيب انا واحد من اوائل الافلام المصريه اللي شفتها في حياتي كان فيلم ثقافي، وشفته على كبر، الكلام ده من 4-5 سنين، بس انا كنتش بشوف افلام مصريه كتيره. الفيلم ده انا هتفرج عليه تاني وهعمل عنه فيديو ريفيو مختلف تماما كجزء من استكشافي للسينما المصريه، بس انا كل اللي فاكراه عن الفيلم ده ان انا اتبسطت جدا وانا بتفرج عليه. فيلم مضحك جدا، الثلاثه المين كاركترز كانوا في تناغم ما بينهم وشويه افيهات، انا اصلا متحمسه ان ارجع اتفرج عليه تاني. باك تو ذا فيوتشر تاني مره اشوفه، مستغربه، انا كنت فاكره ان انا هشوفه اكتر من كده بكتير. فيلم من الافلام كلاسيك، انت اي وقت زهقان زعلان طهقان في حياتك خش اتفرج على باك تو ذا فيوتشر، هيرجعك تاني لشغفك للحياه. انا بالنسبه لي في كده بعض السلاسل اللي هي كونت شخصيتي: ستار وورز، باك تو ذا فيوتشر، لورد اوف ذا رينجز، هاري بوتر. دي الافلام دي هي اللي خلت طفولتي، ومنهم كان باك تو ذا فيوتشر. لا مؤاخذه من اوائل الافلام اللي انا شفتها في السينما، وكان بالنسبه لي نظرة لعالم انا معرفش عنه حاجة. وتاني انا ما زلت عند رأيي اصعب حاجة انت كمخرج تقدر تعملها ان المين كاركتر بتاعك يبقى طفل، لان انت كده خلاص انت خليت شغلك اصعب 100 مرة. فكده كده الفيلم ده تحفة، وانت خليت مش مين كاركتر واحد، انت خليت الفصل كله المين كاركترز، فكده كده الفيلم ده تحفة. وكل سن بتتفرج عليه بتفهم اكتر. يعني انا وانا صغيرة كنت فاهمة احمد داش بيمر بايه ومش عارفه ايه وكده، لما كبرت واتفرجت عليه تاني لا انا فاهمه الام والاب خدوا القرارات دي ليه، يعني ليه في طبقات تقدر ان انت تعرف عنها اكتر كل مره تتفرج فيها على الفيلم. انيمال فارم بقى نبتدي من الاول خالص. انا انيمال فارم قريتها وانا صغيره جدا، لان انا كان عندي كده كونسبت وانا صغيره قوي، يعني ان اي فيلم قصير هو للاطفال. فانا فاكره قريتها اول مره وانا عندي 8 9 سنين، وما كنتش فاهمه اي حاجه في اي حته، انا كنت فاكره ان ده حيوانات متكلمه ويلا بينا. فجاه لقيت الموضوع سياسي جدا وديني وطبقي واجتماعي، وانا مش فاهمه اي حاجه وانتوا بتقولوا ايه، وكان بالنسبه لي ده انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، وبطلت ان انا اكمل الكتاب. وبعد كده كان مقرر عليا، قريته مره واتنين وتلاته، واتصادف ان انا كل فتره في حياتي لازم بقرا الكتاب ده كجزء اكاديمي. انا ما شفتش النسخه دي من انيمال فارم، بس يعني بناء انها عجبتك وانا بحب القصه، فانا اكيد هبقى اتفرج عليه. طيب اخر 4 افلام اتفرجت عليهم: 500 Days of Summer، ماشي. علم، ايه علم؟ فيلم فلسطيني وعجبك جدا، فانا هحطه في التواتش ليست. 6 ايام وما عجبكش واديته 2، وكاتب ان انت مش بتحب الافلام الرومانسيه قوي. انا عامله ريفيو كامل على فيلم 6 ايام، هو عجبني فاتفرج عليه، ممكن يبقى المناقشه يعني نتناقش مع بعض. وفي نفس الوقت انت عامل فيلم Love Life and Everything in Between، ده ايه ده؟ فيلم اسمه كازوز، شورت فيلم على نتفليكس. اوكي ما كنتش اعرف ده ايه،
هحطه برضو في الواتش ليست. اوكي ثانك يو فور شيرينج. والاكونت من فلسطين، ثانك يو سو ماتش فور شيرينج. طيب اللي بعده ندى اكس. اوكي يلا بينا ندى. احسن 4 افلام عندك: نابليون داينامايت، كولومبوس، ليتل ميس سانشاين، وذا جاد فاذر بارت 2. طيب نبتدي بذا جاد فاذر، اتكلمنا عنه كتير جدا. ذا جاد فاذر بارت 2 واحد من افضل الافلام اللي اتعملت في التاريخ، كده كده يستحق المكانه. ليتل ميس سانشاين اتكلمنا عنه كتير برضو، الناس بتحبه قوي وانا بحبه قوي، بس انا بحس ان يعني لو انت ما اتفرجتش عليه وانت صغير وارتبطت قوي 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 بالشخصيات، وهو فيلم جميل وفيه شخصيات مركبه وعلاقات بين الشخصيات مركبه وجميل، يستحق المكانه دي، بالذات لو انت اتفرجتي عليه وانت صغيره فتعلقتي بيه. كولومبس ده غريب قوي يا جدعان، ده تاني مره يظهر لي. يا جدعان انتوا اصلا وصلتوا للفيلم ده ليه؟ اشمعنى ولا وكمان توب فور اتكلمت عنه في حلقه قبل كده، بس احب اتكلم عنه تاني لان هو مش ما اعتقدش هيظهر لي تاني الا لو صدف غريبه جدا. فيلم كولومبس فكرته عبقريه، تنفيذ الفكره سيء جدا. الفيلم بيطرح فكره ان المباني اللي حوالينا تصميمها وطريقه بناها وشكلها من بره بتؤثر على شخصيتنا وطريقة معيشتنا وكل حاجة بتخلينا البني آدمين اللي احنا عليها. فبيقولك ان التأسيس المعماري اللي حواليك ليه تدخل دايركت بالطريقة اللي انت عليها بتكبر عليها كمواطن، والفكرة دي عبقرية، دي حقيقة فعلا وثيسيس جميلة احب اعرف عنها اكتر، ولكن الفيلم متنفذ بطريقة وحشة. دايلوج، هو الفيلم فيري دايلوج هيفي والدايلوج مش عاجبني قوي، تمثيل ضعيف جدا والاخراج ضعيف جدا. بس انا اديته 2 اعتقد لما شفته، بس انا مبسوطه ان بيظهر لي افلام انا ما كنتش هتكلم عنها تاني ولا هفتكرها غير لو حد قال لي عليها، فثانك. طيب اخر فيلم بقى نابليون داينامايت. تعالوا احكي لكم قصه مالهاش اي علاقه بنابليون داينامايت. انا كسلمى واحده من افضل البني ادمين اللي بحبهم في حياتي، وواحده من احلى الكونتنت كرييترز اللي انا كبرت بتفرج عليها، هي ايما تشامبرلين. ايما تشامبرلين دي يوتيوبر من زمان قوي، يعني من اول ما قلنا يا يوتيوب. البنت دي انا بتفرج عليها من وانا عندي 13 سنه 14 سنه وكبرت معاها، شفتها في كل مراحل تطورها، انا عندي ارتباط عاطفي شنيع بيها. افضل فيلم عندها كان نابليون داينامايت، وكانت هي يعتبر اللي عملت لي ريكومنديشن ليها، فاتفرجت على نابليون داينامايت من 4 سنين مثلا، وكان بالنسبه لي نقطه تحوليه شويه في الافلام، لان اكتشفت ان احنا ثقافتنا مختلفة عن بعض تماما. الفيلم ده هو فيلم وايت موفي، والهيومر اللي فيه وايت هيومر. بمعنى ايه؟ كل ثقافة وليها الحس الفكاهي بتاعها وليها الطريقة اللي الناس بتهزر فيها مع بعض. انت ممكن لما تتفرج على ثقافة كتير جدا بتبدأ تعرف طريقة هزارهم وطريقة تعبيرهم عن الحس الفكاهي بتاعهم. وانا بالنسبه لي ده كان البوابه اللي دخلتني للحس الفكاهي للرجل الابيض الامريكي الصرف. فانا بحب نابليون داينامايت وفيلم فن، بس مستحقش المكانه اللي انا كنت رسمها ليه في دماغي، فويرد ان انت حطاه في your top 4، بس جريت يعني. اخر 4 افلام اتفرجتي عليهم: How to Lose a Guy in 10 Days, Flaw, Lock, Stock and Two Smoking Barrels، وإن بروج. واو يا ندى انت ذوقك حلو قوي. اوكي، ان بروج اتكلمنا على مارتن ماكدونا، واحد من اكتر المخرجين الاندر ريتد اللي يستحق مكانه اعلى بكتير. ان بروج الفيلم ده دايلوج، تمثيل، حس فكاهي، اخراج، يلا بينا فيلم 10 من 10. طيب بلاك ستوك اند تو سموكينج بارلز من افضل افلام جاي ريتشي، والفيلم ده من بره بيديك ايحاء ان هو فيلم عميق ودارك. الفيلم ده يا جماعه عنده حس فكاهي عالي جدا، فيلم لذيذ جدا وفن، وهو عباره عن مزيج ما بين الهيومر والجريمه. فيلم ممتع قوي. How to Lose a Guy in 10 Days بقى وذا نوت بوك ووقت ريمبر واباوت تايم وكده، الافلام دي انا شفتها وانا صغيره جدا، وبالنسبه لي ما بقدرش اشوفها بعين الناقد لاني ببقى انا متعلقه بقى بالديالوج والكلام ده. وفلو انا شفت فلو من ضمن مهرجان البانوراما السنه اللي فاتت على طول. الفيلم ده خد الاوسكار، فيلم انيميشن لو فاي خفيف لطيف من وجهه نظر قطه. لو عجبك الفيلم ده العب لعبه ستري، لان هي من وجهه نظر قطه، وفيلم يعني قصدي لعبه حلوه جدا 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 ممتعه قوي. الفيلم ده يا جماعه لو عايزين كده مساج لدماغكم وافكاركم من جوه وتحسوا ان انتوا بتفصلوا، اعمل كوبايه شاي واتفرج على فلو. ثانك يو فور شيرينج يا ندى، جريت بروفايل. اخر حد معانا ELY1AS، يلا بينا. اوكي، من السعوديه. احسن 4 افلام عندك. واو، اولا لا استنى قبل ما اقول لك 4 افلام عندك، البروفايل شكله خطير. واو، انا هحط لكم صوره البروفايل هنا، رهيب رهيب رهيب، والبوسترز تحفه جامد. اوكي، جود فيلس، باديز باديز باديز، 7 وشيركرز.
اوكي جود فيلز طبعا اتفق معاك، واحد من احسن القصص اللي اتعملت في التاريخ، فيلم دراما مافيا فن يلا بينا، من احسن افلام مارتن سكورسيزي طبعا، واتفق معاك. 7 اللي لسه شايفاه في السينما من فتره، عجبني جدا، شفته تاني مره، شفته مره وانا صغيره، فيلم تقيل وحلو واخراج وتمثيل وديالوج ولا يموت وبيتعتق مع الوقت كده. ومن افضل افلام ديفيد فينش. باديز لا خالص، لا خالص، لا نهائيا، لا بعيدة قوي يعني، حاولت اقربها في مخي قبل ما ابدأ كلام، لا خالص. انا شفت باديز اول ما نزل، لان كان عليه شوية ماركتينج خطير. قالوا لك تشارلي اكس سي اكس طالعه فيه، وفي اغنيه لتشارلي اكس سي اكس وبيت ديفيدسون، والبنت اللي هي بتاعت شيفا بيبي كان اسمها ايه البنت، هقول لكم دلوقتي، ريتشل سنوت. انا بحبها قوي، بحب اتابع هي بتعمل ايه. شفت الفيلم وبعدين حسيت ان تفاهه، يعني مش عارف، انا ما عنديش مشكله، دخلوني في المود ده وعملوا لي فيلم تافه وبتاع، طب بس انا حسيت ان فيلم معمول وحش، يعني تمثيل استعباطي، ديالوج تافه، قصه هبله، وحتى مش معايشيننا في دور الهبل، مش عارفه، ما عجبنيش. فيلم شيكرز انا ما اعرفش عنه، ما شفتوش، اخراج ساندي تان اللي عامله جورمي بيبي و ذا ايديت، ما شفتوش، بس هو عجبك وحطه من التوب 4، الريتنج بتاعه عالي جدا وهبقى اتفرج عليه، حطه في تو واتش ليست. طيب اخر 4 افلام اتفرجت عليهم، كنت تارانتينو، جانجو انشيند، ايه ده، ثواني كده، لا انا لازم افهم ده ايه، باي محمد الشهري، ده فيلم قصير ولا ده ايه؟ هو البوستر خطير يعني، كده كده ماشي. جود فيلس ماشي، لسه متكلمين عليه. وفاينل ديستنيشن، الفيلم الذي زرع التروما في قلبي وانا صغيره. فاينل ديستنيشن فيلم انا هتبقى عجبك عشان انت مديله 2. الفيلم ده انا شفته على ام بي سي 2 وانا صغيره، وفاكره بعض المشاهد، في كده مشهد لعربيه بتعدي فبتدوس على حاجه كده حديد صغيره، فبتروح طايره على المين كاركتر. في حلقة تانية ان كان في سلك صغير كده ففضل يتلف حوالين، في بعض المشاهد في الفيلم ده عملت لي تروما وانا صغيرة بجد بجد يعني، ان دايما كل ما عربية تعدي من جنبي ببقى اللي هو مستنية الحاجة الحديد اللي تترمي عليا. بس هو فيلم كلاسيك يعني، ما ادلوش 2، ممكن اديله 3. جريت اكاونت وشكله حلو قوي، ثانك يو فور شيرنج. بس كده، لو عجبكم الحلقه لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفولو مي اون تيك توك وانستجرام وفيسبوك وتويتر ولاتر بوكس وكل الكلام ده. لو عايزين تشتركوا في السلسله ما تنسوش تكتبوا لي اسمكم هنا في الكومنتس او على التيك توك او على الانستجرام، في اي كومنت الكومنت هيوصل لي وهكتب اسمكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.